عايزين ناكل حاجة حلوة سهلة وبسيطة وشكلها شيك كده وفي نفس الوقت بدون مجهود كبير. مفيش غيرها حل الأمهات البسيط كيكة الجيلي. يا ريت بقى لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك عشان بيشجعني جدا، ولو لسه مشتركتوش اشتركوا، ولو أول مرة تشوفوني أنا اسمي مي. ويلا نبتدي على طول. هنحتاج كوباية من السكر، وهنحتاج كمان 3 بيضات. لو حجم البيض بتاعكم كبير شوية استعملوا بيضتين 2، بس انا حجم البيض كان وسط عندي فاستعملت 3. وهنحتاج كمان كيسين من الفانيليا، واضربهم بقى بالمضرب او الخلاط لحد ما يبقى القوام تقيل معايا وفي نفس الوقت فاتح بالشكل ده. يعني تقريبا كده هتاخد معانا من 3 ل4 دقايق لحد ما يوصل بالشكل ده. لو احنا هنضرب في الخلاط هنضرب شوية ونوقف الخلاط ونضرب شوية لحد ما يوصل للون اللي انتوا شايفينه ده كده. خلاص ابدأ ان انا اضيف بقى ربع كوباية من الزيت، ولو احنا هنضرب في الخلاط هنحط ربع كوباية من الزيت وكمان نص كوباية من الحليب ونبدأ نضرب. لكن انا هنا بحب اعمل في بولة واحدة بالمضرب الكهرباء عشان كله بولة واحدة كده. تمام. اول ما بحط ربع كوبايه من الزيت احاول ان انا اقلب كده عشان الزيت بيبقى نازل يمه تحت. اتاكدت ان الزيت اتخلط مع المكونات، ابدا انزل نص كوبايه من الحليب وكمان معلقه من الخل. وللدقيق هنحتاج كوبايه ونص من الدقيق وكمان كيس من البيكنج باودر اللي هو 16 جرام وكمان رشه ملح. ابدا ان انا انخل المكونات كده عشان في نفس الوقت ان هي تدخل لي هواء وكمان ما يبقاش فيه اي كتل من الدقيق. اقلب كده وابدا ان انا قصدي انخل وبعدين اقلب من فوق لتحت كده عشان الهواء اللي احنا دخلناه مع البيض ما يخرجش. تمام. لما يوصل للقوام اللي انتوا شايفينه ده القوام الكيك اللي مظبوط معانا. افضي بقى الخليط بتاعي في صينيه مدهونه دهنه زيت او زبده مقاس 30 وادخلها في فرن مسخن قبل كده. اول ما بدات ان انا اعمل الكيك على طول ببدا ان انا اشغل الفرن على درجه حراره 180 في الرف الوسطاني، والنار بس بتكون شغاله من تحت وكمان المروحه شغاله. هتقعد معانا من 30 ل 35 على حسب نوع الفرن بتاعك او قوته عامله ازاي. ادخل بقى اخبطها خبطه بس كده عشان تكون مسام الكيك مظبوطه وفي نفس الوقت الكيك يكون كله بسوا واحد. دخلناها خرجناها. يا ريت كل حاجه سهله كده. نبدا بقى نعمل الجيلي. اسيبها تهدى بس وبعدين ابدا ان انا اعمل الجيلي. هحتاج كيس من الجيلي اي نكهه احنا بنحبها سواء بقى مانجا ليمون كريز اي حاجه. افضل الكيس الجيلي كده وبعدين احتاج كمان كوبايه من الميه المغليه. هو مكتوب على الكيس الجيلي او الباكت الجيلي كل حاجه. حطيت كوبايه من الميه المغليه وابدا ان انا ادوبها كده، واحتاج كمان كوبايه ميه ساقعه مثلجه. حطيت كوبايه الميه الساقعه اقلب تقليبه كده واركنها على جنب لحد ما توصل لدرجه حراره المطبخ يعني بارده خالص 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 كده. ماشي. ابدا ان انا اعمل الكريمه بقى. هحتاج كوبايه من لا كوبايه الا ربع من الكريمه خام على فكره. وحطيت كمان كوبايه الا ربع من الميه الساقعه المتلجه من الفريزر، وكمان حطيت عليها 3 معالق من السكر بما ان الجيلي مش مسكر قوي. ممكن انتوا بقى تظبطوا حلاوه الكريمه بتاعتكم كده او سكر الكريمه على حسب انتوا بتحبوها ازاي. اهم حاجه الكريمه بتاعتنا تكون ماسكه كده، مش عايزينها سايله او ان هي خفيفه شويه عشان طبقه الجيلي لما نحطها على الكريمه ما تنزلش مننا تحت كده. تمام. لما نيجي بقى نحط الكريمه بتكون الكيك برد خالص. ما نحاولش ان احنا نحطه الكيك دافي عشان الكريمه ما تسحش. لو انتوا حابين ان انتوا تسقوه لبن اسقوه، بس انا ما سقيتهاش لان هي الكيك اصلا طريه وهشه كده وحلوه مش محتاجه. بدخلها تسقع كده او تشمع طبقه الكريمه شويه، وبعد ما الجيلي برد خالص بدات ان انا احطه. وحاجه كمان مهمه ان احنا لازم نساوي الكريمه مظبوطه قوي وما نسيبش اي فراغات من الجوانب عشان الجيلي ما ينزلش اليم تحت. بدخلها بقى تبرد خالص وكده وتمسك نفسها. شايفين انتوا ال الحاجات اللي على الوش دي؟ بما اني تلاجتي عالية فولادي كل شوية يجيبوا الكرسي ويقفوا كده فوق ويقعدوا يحركوا فيها عشان يشوفوا الجيلي مسك نفسه ولا لا. عشان كده الولاد بيحبوا قوي اي حاجة كده فيها جيلي. بس دي كده. بعد ما بردت يعني هي سبتها بردت كده ومسكت نفسها وبعدين قدمناها على طول. بجد شكلها شيك قوي حلوة قوي، والولاد اهم حاجة ان هم بيحبوها. بس كده. يا ريت بقى لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك، ولو لسه ما اشتركتوش اشتركوا، واشوفكم في فيديوهات تانية، وباي باي.